نعم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. مراتب التوحيد عندنا 5: التوحيد في الذات، التوحيد في الذات، التوحيد في الصفات، التوحيد في الخالقية، التوحيد في الربوبية، التوحيد في العبادة، أو التوحيد يعني في الألوهية. التوحيد في العبادة والألوهية نفس الاسم. 5: التوحيد في الذات، التوحيد في الصفات، التوحيد في الخالقية، التوحيد في الربوبية، التوحيد في العبادة أو التوحيد في الألوهية. فنتحدث أولا عن التوحيد. لم تنتهي الدقيقة، أنا عندي توقيت. نتحدث أولا في التوحيد في الذات. لا، في الذات، التوحيد في الذات. خلينا نشوف هذا منه هذا حتى نجعله رب. هل هو 10 5 3؟ نتحدث في الذات. يجينا التوحيد في الربوبية، لا اطمئن. التوحيد في الذات فيه مبحثان. المبحث الأول التوقيت خطأ، هذا مو صحيح. التوقيت خطأ ليس بصحيح. لا 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 لا، التوحيد في الذات. لا، التوحيد في الذات أولا فيه مبحثان، أمران. الأمر الأول نثبت أن ذاته بسيطة، ذات الله بسيطة، لا جزء له. هذا أولا. ذاته تعالى متفردة كما قال تعالى في سورة التوحيد. إذن أولا نثبت الآن أن ذاته بسيطة، يعني غير مركب في ذاته حتى لا يكون محتاج إلى أجزائه. ثم نثبت أنه واحد ليس له يعني ثاني، ثالث وثالث ورابع. زين، صار لي دقيقتين الوقت، صار لي دقيقتين. لا، مو دقيقتين ونص. لا، آية بعدين نجي. زين، أولا نثبت أن الله عز وجل غير مركب. نثبت أن الله عز وجل غير مركب من الأجزاء العقلية. هذا أولا. وثانيا نثبت أن الله تعالى غير مركب من الأجزاء الخارجية. وثالثا نثبت أن الله تعالى غير مركب من الأجزاء المقدارية. الأجزاء العقلية ما هي؟ يعني أن العقل انتهى الوقت انتهى. هسه ناخذ الأجزاء، أنا أشرح لكم إياها واحدة واحدة. هل الأجزاء الوقت انتهى؟ انتهى الوقت لكم المايك. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوتي واضح يا إخوة؟ الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حيا الله المعمم الشيعي الشيخ باسم. أول حاجة قال نثبت أقسام التوحيد، وقال عدة أقسام. من أين أتيت بهذه الأقسام يا شيخ باسم؟ هل قالها الله في القرآن؟ هل قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قالها الإمام؟ لا، لم يأتوا بها، فأريد دليل على هذا التقسيم. تاني حاجة قلت نثبت ذات بسيطة. من أين أتيت بكلمة بسيطة؟ هل قالها أحد من أئمتكم؟ لا. قلت نثبت ذات مادية وذات كذا وذات كذا. أما نحن نقول أهل السنة والجماعة أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله من غير تحريف
ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل. أما أنتم عياذا بالله لم تقولوا ذلك، بل أنتم عياذا بالله مشبهة يا شيخ باسم. وأنا يعني أنا إن كنت أتكلم عليه أن أعطيك بالدليل. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الأمالي أو المجالس المجلد الأول صفحة 30، وأيضا في بحار الأنوار، إن الله عياذا بالله عندكم يتزين كما تتزين المرأة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله عياذا بالله: إذا كان يوم القيامة زين عرش رب العالمين بكل زينة، ثم يؤتى بمنبرين من نور طولهما 100 ميل، فيوضع أحدهما عن يمين العرش والآخر عن يسار العرش، ثم يؤتى بالحسن والحسين عليهما السلام، يزين الرب تبارك وتعالى بهما عرشه كما يزين المرأة كرطاها، فيقوم الحسن على إحداهما والحسين على الآخر. فربنا بيتزين عياذا بالله كما تتزين المرأة، يزين الرب تبارك وتعالى بهما عرشه كما يزين المرأة كرطاها. فأي هذا بارك الله فيه وهداك الله إن ده يكون توحيد الذات. عندكم عياذا بالله علي في أصول الكافي أصح الكتب المجلد الأول صفحة 145 قال عياذا بالله: أنا عين الله، أنا يد الله، أنا جنب الله. حتى في بحار الأنوار كما تقولون: أنا علم الله، أنا قلب الله، أنا لسان الله، أنا عين الله، في بحار الأنوار. وفي كتاب التوحيد لابن بابويه صفحة 164. هل هذا هو توحيد الأسماء والصفات عندكم؟ الله عياذا بالله يزور الحسين عندكم عياذا بالله، كما جاء في كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي الجزء الثاني صفحة 854: ألا أزور من يزوره الله سبحانه وتعالى والملائكة. فربنا بيظهر. هل هذا توحيد الذات عياذا بالله أن ربنا يزور الحسين؟ من الأول والآخر والظاهر والباطن يا إخوة؟ الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه في سورة الحشر الآية رقم 3: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. أما في دين الإمامية الاثنى عشرية في كتاب رجال الكشي صفحة 138 وبحار الأنوار قال علي: أنا الذي علوت فقهرت، وأنا الذي أحيي وأميت، وأنا الأول والآخر، وأنا الظاهر، وأنا الباطن. فالله يصف ذاته المقدسة بهذا الوصف، ثم يأتي الشيعة الإمامية ويجعلون هذا الوصف الذي لا يكون إلا للخالق يجعلونه للمخلوق. سبحانك، هذا بهتان عظيم. لي دقيقة كمان كما هو أخذ 4 دقائق يا إخوة بارك الله فيكم. هل هذا هو الله عياذا بالله؟ هل هذا الله سبحانه وتعالى عياذا بالله يحمل آدم على عرشه، ثم يأتون آدم فيقولون: أنت أبونا وأنت نبي، فاسأل ربك أن يحكم بيننا ولو إلى النار يوم القيامة. فيقول آدم: لست بصاحبكم، خلقني ربي بيده وحملني على عرشي وأسجد لي ملائكة وحملني على عرشي. بحر الأنوار للمجلس الجزء 8 صفحة 45. لا تقول ليس عندنا شيء صحيح يا شيخ باسم. أتمنى أن أنت تضعف لي الروايات اللي أنا أتيت بها بارك الله فيها وهداك الله، زي ما انا بضعف، زي ما انا بديك روايات تقول لي ضعيفه بسبب كذا وكذا. ازاي والقميين عندكم كلهم من غير استثناء لا لاحد منهم الا ابا جعفر بن بابويه بالامس كانوا مجبره، وكتبهم وتصريفهم تشهد بذلك. هذا في كتاب رسائل المرتضى المجلد 3 صفحه 310 ان القميين كانوا كلهم مشبهه. فانت جاي تتكلم باسم مين؟ قمي مشبه ولا بمين بالظبط؟ فأنا أسيب 30 دقيقة اللي فاضلين لي ليك يا فضيلة الشيخ باسم، وأتمنى ترد على هذه الأسئلة. وأذكر الإخوة ممنوع الإساءة للضيف وكل شيء مسجل إن شاء الله. لكن لك يا شيخ باسم أجب على هذه الأسئلة في توحيد الذات عند الإمامية الاثنى عشرية. يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أنا أتحدث في أدلة عقلية مصوغة مأخوذة من قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فجاي أشرح بالدليل العقلي كيف أن الله واحد وكيف أن الله أحد. هذا أولا. فأنا كلامي كان كلام عقلي بحت، وأريد أن أثبت وأثبت عن الله أنه بسيط غير مركب، لأن الله قال تعالى في سورة قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أريد أن أثبت أن الله غني حميد، يعني الله غير محتاج والناس هم الفقراء. فلا بد أن نثبت أن الله غير محتاج من هذه الآية، نثبت أن الله غير مركب. يعني غير مركب شنو معنى في الذي قبال
غير مركب البسيط، فنثبت كيف أنه غير بسيط. غير بسيط في العقل، وغير بسيط في الجسم الخارجي، وغير بسيط في الأشياء المقدارية، يعني ليس مثل النقطة والخط والسطح والمستقيم وإلى آخره. لكنك حيث أنك لست من الظاهر، أنت لست من أهل العلم مع الأسف، يعني أنت ليس من أهل العلم. لو كنت من أهل العلم وتعرف القرآن الكريم جيدا لعرفت كلامي أين. أنا أريد أن أثبت أن الله غني حميد حتى أشرح لك ما هي الغنى عند الله عز وجل، وأريد أن أثبت لك أن الله واحد أحد، وأنت لا تميز أكيد بين الواحد والأحد، واضح؟ وأنت تدعي رواية قال النجاشي وقال بحار الأنوار. أنا أتحدث أن الله أن الله واحد، وأنت تقول لي قال النجاشي وقال بحار الأنوار. سبحان الله، كأنما أنا أتحدث في واد وأنت تتحدث في واد آخر. كم بقى من وقتي؟ أنا أبقى استمر على كلامه وأنت بعد بكيفك علق. عز وجل غير مركب من الأجزاء العقلية، والأجزاء العقلية هي الجنس والفصل. الجنس والفصل، أكيد ما تعرف شنو الجنس والفصل. على المهم تقدر تكتب بالجوجل وتقرأ شنو الجنس والفصل. مثلا الإنسان اللي يضحك، اللي يسوي ها هو يضحك، واللي يضحك أنا عم أشرح لكم إن شاء الله. الإنسان عندما يأتي العقل ويحلل الإنسان، العقل يحلل الإنسان تحليلا عقليا، يحلله إلى قسمين: جنس وفصل. فصل الإنسان النطق، أنه ناطق، وجنسه الحياة. كما الآن الحصان، أجلكم الله أكرمكم الله عن الحصان. الحصان العقل يحلله أنه عنده حياة وعنده صهيل، يفصل الفصل مالته عن الإنسان أنه صاهل، الحمار أنه ناهق، الغراب ناعق، والإنسان ناطق يعني يفكر. الله عز وجل عندما لا يدخل تحت العقل. الله عز وجل لا يقع. أنا بعدني ما طاب لحد الآن في التوحيد، أنا بدي أفسر الآيات القرآنية. الله عندما أراد أن يثبت نفسه أنه واحد ليس بالقرآن، بالعقل. أنت إذا ما عندك عقل شلون تثبت أن الله واحد؟ ولهذا القرآن لأولي الألباب لعلكم تعقلون. انتهى الوقت، لو بعدك وقت خلص الوقت لكم المايك. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح يا إخوة إن شاء الله. يعني أبدأ بما بديت به، بلاش بما انتهيت منه. قلت أنا جاي أقول قل هو الله أحد. من قال أن الأحد فقط من اسم من أسماء الله؟ الأحد اسم من أسماء أمير المؤمنين علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السبت اسم رسول الله، أو قال أمير المؤمنين. والأحد اسم علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام. فالأحد من أسماء علي، وهأتيك بالرواية الآن من كتبك. تاني حاجة بتقول أنا جيت أقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. أنا أتحداك يا أستاذ يا شيخ باسم أن تأتنا بشيء الله، بشيء الإمام فقير فيه. أتحداك الآن أن تأتني بصفة لله ليست للإمام علي. تحدي هذا. فالإمام بيده ولاية تكونية، بل الأئمة هم الله عندك. الإمام اللي أنت جاي تكلمني على توحيد الذات الآن، الخميني في مصباح الهداية صفحة 114 قال: ينقل عن أحد أئمته: لنا مع الله حالات هو ونحن نحن، وهو نحن ونحن هو. إيه عقدت له هو ديت؟ يعني إيه هو نحن ونحن هو؟ هو ونحن نحن، وهو نحن ونحن هو، يعني نحن آلهة. أتمنى أن تجيب على أسئلتي يا شيخ باسم، بارك الله فيه وهداك الله. أيضا الخميني في كتابه مصباح الهداية صفحة 145 تحت قوله: يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، قال: ربكم أي ربكم الذي هو الإمام. وهذا
ليه صريح لعلي بن أبي طالب، ولو كان علي موجود كان أحرق هؤلاء بالنار عياذا بالله يا شيخ باسم. أيضا يا شيخ باسم إزاي إن أنت جاي تكلمنا عن التوحيد والله عياذا بالله بيصافح وبيقعد على سرير مع الحسين عياذا بالله؟ هل هذا اللي أنت جاي تكلمنا عنه؟ أخبرني أبو الحسن بن هارون عن أبي عن محمد سند إلى أن قال عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن فضل بن عمر قال أبو عبد الله عليه السلام لما منع الحسين صلوات الله عليه وأصحابه الماء نادى فيهم من كان ظمآن فليجيء، إلى أن قال بارك الله فيكم ولقد شربت شرابا ما شربه أحد من العالمين فلم يزل الرجل معه حتى ارتووا جميعا فلما قتلوا كان إلى أن قال يا إخوة بارك الله فيكم ولا أرض من المؤمنين إلا حفوا بالحسين عليه السلام حتى أن الله تعالى يزور الحسين ويصافحه ويقعد معه على سرير عياذا بالله في مدينة المعاجز. السيد هاشم البحراني المجلد 3 الصفحة 463 فعلماء بيقولوا أن ربنا بيقعد مع الحسين على السرير عياذا بالله. فهل أنت تقول ذلك؟ قلت لك أن القوميين كانوا مشبهة. أيضا تحدي ليك يا أستاذ باسم بارك الله فيها وهداك الله إنك تأتني ب5 صفات لله ليست للإمام بل بصفتين بل بصفة واحدة. الله هو علي عياذا بالله عندك يا شيخ باسم، وهذا موجود بارك الله فيها وهداك الله، والتناقض موجود في كتبك. وإليك هذه الرواية في تفسير البرهان المجلد 4 صفحة 78 وإذا ذكر الله وحده أي إذا ذكر أمير المؤمنين اشمأز إلى أن قال وإذا ذكر الذين من دوني أي أبو بكر وعمر. إيه رأيك؟ يعني هذا دينك وهؤلاء علماءك؟ يعني هل هذا الذي أنت جئت تكلمنا عنه؟ هل هذا الإله الذي أنت جئت تعرفنا به عياذا بالله؟ يعني هذا الشرك واضح. نتمنى أن حضرتك ترد علينا في هذه الشركيات التي طفحت وقال عياذا بالله أن ربنا بيتجلى عندك. أختم بديت أن ربنا تجلى في النبي. بالولاية ما بها القضايا، ما بها القضايا، اللي بها أن الله عز وجل تجلى لخلقه بأبي القاسم محمد، بها أن الله عز وجل تجلى لخلقه بأبي القاسم محمد. يقعدوا في الحسينية الله تجلى في محمد اللهم صل على محمد. إيه ده؟ هل آل البيت قالوا كده يا شيخ باسم؟ أتمنى لا تهرب من أسئلتي وما تتهمنيش إن أنا لست صاحب علم. يعني أنت بتقول لي أنت شكلك لست من أهل العلم. أنا عمي بسيط. أتمنى ترد على عوام الشيعة المساكين اللي بيسمعوك الآن ولا تهرب يا شيخ باسم. وأتمنى تجيب على هذه الأسئلة وتكفر كل من قال هذا الكلام يا شيخ باسم. إن شاء الله قدمك على المايك تكفر الكميين المشبهة وتكفر عياذا بالله اللي قالوا إن ربنا بيقعد على سرير مع الحسين وتكفر صدر المتألهين اللي قال لا مانع من التزام أنه سبحانه جسم إلهي كما جاء في كتاب الطهارة للخوئي الجزء الثاني صفحة 78. الخوئي بيتعجب من عقيدة صدر المتألهين بيقول ان ربنا لا مانع ان نقول ان ربنا جسم الهي. ايه رأيك؟ لك ما يكفر هؤلاء يا شيخ باسم، لك ما يكفرهم يا شيخ باسم. تفضل. يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذ رامي تسمعني ان شاء الله والاخوة يسمعوني جيدا. قبل الدليل أنا كنت أدخل في روم غرفة وحيد المسيحية لعله تعرفونها جيدا، فكانوا يتناقشون معي، طبعا أكثرهم يعني جهلة مع احتراماتي لكم، فضايقتهم أنا في قضية التوحيد. يعني قلت لهم نتحدث في الله، قالوا ماشي نقبل، لكن تحدث معنا في القرآن، التوحيد في القرآن فقط. يا قلت لهم خل أتحدث التوحيد أثبت لكم بالأدلة العقلية حتى أثبت لكم أنكم تثلثون الله تجعلون الله ثلاثة عندكم. قالوا أبدا لا نقبل منك كلام بالأدلة العقلية. لا الآن الأخ رامي استاذ رامي أنا أتحدث معاه بالأدلة العقلية، يقول لي قال أن أنتم مشبهة. أنا دا أثبت لك أن الله ليس كمثله شيء، تقول لي نحن مشبهة. أثبت واحد في القرآن أنت مثل المسيحيين. أنا أرجع إلى كلام. أنا أعرف المناظرة مع الوهابية هكذا. أنا أعرف هذه القضية. أنا قبل البارحة قلت لك لا تسأل، تسأل كثيرا حتى تضيع على الأخوة الآن الموجودين. الأدلة العقلية اسمع جيدا مني.
اسمع أشرح لك التوحيد. شو تهرب أنت؟ وين تحكي أنت؟ أنت ايش تعرف أنت أصلا من كل كتب الشيعة؟ أنت هسه كلام أتحداك إذا شرحت لي ما هي الأجزاء العقلية في الإنسان والأجزاء العقلية عند الله. طيب الآن أنا راح أسأل سؤال، راح أقطع وقتي، راح أعطيك المايك. اثبت لي أن الله دقيقة اثبت لي أن الله واحد. اثبت لي أن الله واحد قدام الروم. ايش قد الروم؟ 322 ما عدا أنا. اثبت لي الله واحد. لا اثبت لي الله واحد أحد. دليل عقلي من كتب السنة، دليل عقلي. لكم المايك. مو أنت، أي واحد 322 واحد أرد أسمع الآن دليل عقلي أن الله واحد أحد بدليل عقلي. لكم المايك. يلا أنا أسمع حتى أرد على أجوبتك كلها. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر يا إخوة، بارك الله فيكم. أقول قال الله قال الرسول، وأتي من كتب الشعب الشركيات وقل نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله. يجي يقول لي الدليل هو حضرتك فيلسوف ولا معمم يا شيخ باسم؟ أنا هديهم حسابك دلوقتي على الفيسبوك وهيشوفوا صورة حضرتك وأنت متصور جنب كتابين وبالعمامة البيض. حضرتك فيلسوف ولا عالم يا شيخ باسم؟ الله سبحانه وتعالى قال قل هو الله أحد. يكفيني هذا الله الصمد. هو أنا بنظر فيلسوف؟ الله سبحانه وتعالى قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد، صوت واضح يا إخوة، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنا أتحديتك أن تأتيني بشيء صفة لله لا يملكه علي بن أبي طالب. أتحديتك أن تأتيني بشيء يعلمه الله ولا يعلمه علي بن أبي طالب. تحديتك أن تأتيني بشيء بصفة من صفات الله ليست لعلي بن أبي طالب. تقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، علي ليس فقير، صاحب ولاية تكونية تخضع لها جميع ذرات الكون، يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما في الجنة وما في النار، يسمعك الآن ويجاوبك. لكن أنت الآن جاي تكلمني، أنا بقول لك اثبت لي توحيدك، توحيد الذات من القرآن الكريم. أتيتك بشركيات الشيعة، لم تستطع أن تجيب عليه، لم تستطع أن تجاوب على صدر المتألهين، لم تستطع أن تجاوب على أن الله يزور الحسين، لم تستطع أن تجاوب أن الله سبحانه وتعالى يضع يده على رؤوس العباد عياذا بالله. رواية في الكافي الجزء الأول صفحة 25 عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا قام عقولهم وكملت به أحلامهم. يعني هل لا يبدي؟ يعني أتمنى تجيبني على هذا. أنت لو جئت تتكلم أخبرني كيف حمل الله آدم على عرشه، كيف قال خميني أن لنا حالات مع الله، هو نحن ونحن هو وهو هو ونحن هو نحن. لم تجبني ازاي ربنا يتزين بالقراط عياذا بالله بالحلق كما نقول نحن المصريين. لم تجبني على هذا كله وعلى هذه الشركيات. سمعتك الآن من حسين الفايد أن الله تجلى كما يتجلى في الحسين عياذا بالله، تجلى لخلقه بأبي القاسم محمد، وحضرتك معمم شيعي يعني. فأتمنى يعني تجيبني على هذه الأسئلة يا شيخ باسم، بارك الله فيها وهداك الله. ممكن يا شيخ باسم، وأنا للإخوة صورة حضرتك الآن على الفيسبوك، وأتمنى تجيب على هذه الأسئلة. تفضل يا شيخ باسم، تفضل اذكر لي صفة واحدة لله ليست لعلي بن أبي طالب. تفضل يا شيخ باسم. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو أمام الروم الآن لم يأتيني بدليل عقلي. أمام الروم سوف أجيب لك أن علي عليه السلام ليس لديه صفة الغنى. الوحيد أن النبي، شوف نحن نثبت لنبي أن النبي محمد لديه صفات الله عز وجل يتصف. لا لحظة، اسمع أن النبي محمد يتصف بصفات الله لكن ليس له الغنى. ولهذا لماذا؟ لأن الغنى هي الحياة. الله مو ما يريد يتصف لمحمد، لا، وعلي كذلك، واضح. ولهذا أنت الآن شوف علي ليس لديه، احنا لا نصف علي بن أبي طالب أن لديه صفة الغنى لأنه حاكم على الصفات كلها. ولهذا طلبت منك وكل الآن كل الروم، مو بس أنت، كل أهل السنة والجماعة، كل الوهابية، أتحدان يأتون بدليل عقلي
في قفز يا اخوه. شيخ باسم تسمعني؟ سقط المايك. طب نقدمه تاني. شيخ باسم تسمعني؟ في قفز يا اخوه، بارك الله فيكم. شيخ باسم لو سامعني اكتب لي 5 عشان اقدمك. اعوذ بالله، اعوذ بالله. الشيخ باسم المعمم الشيعي بيقول ان النبي بيتصف بصفات الله. هو ده التوحيد اللي جاي تكلمنا عليه يا شيخ باسم؟ النبي بيتصف بصفات الله. والله معمم هديكم صورته الان، مسجلين له يا اخوه، مسجلين له. النبي بيتصف بصفات الله، صفات محمد صفات الله عياذا بالله. النقطه الاولى. النقطه الثانيه الشيخ باسم بيقول ان سيدنا علي لا يتصف بصفه الغنى. وانا اتحداك امام الروم الان 327 شخص ام تاتني يا معمم يا شيعي يا باسم بشيء سيدنا علي فيه فقير. سيدنا علي يفتقر الى الله في شيء. انا اتحداك الان تاتني بشيء، انت تقول سيدنا علي ليس غني، تاتني بشيء يفتقر اليه، يفتقر فيه علي بن ابي طالب الى الله. لقى المايك يا شيخ باسم، تفضل. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرب يا إخوة، بارك الله فيكم. هرب هذا المعمم الشيعي، هرب. الله أكبر. ودوت مدرس في الحوزة. هبعت لكم دلوقتي يا إخوة بارك الله فيكم صورته. مدرس في الحوزة، بيدرس في الحوزة. شفتوا في الحوزات في حوزات كم بيدرسوا في إيه؟ الله أكبر والله. شفتوا في حوزات كم بيدرسوا في إيه يا إخوة؟ بيدرسوا إيه بارك الله فيكم؟ شفتوا في حوزات كم بيدرسوا إيه بارك الله فيكم؟ في حوزات كم بيدرسوا الفلسفة كي يخرج إلينا فيلسوف. عرفتوا ليه ما بيدرسوش القرآن؟ لأن القرآن لا يقول إن صفات محمد، صفات الله هي صفات لمحمد.